فأنت يا أخي عندما تقوم تصلي تجد عراكا مع نفسك، مصارعة، نفسك تقول عجل عجل عجل، لكن لا تطعها. قل أنا أعلم أني لا أنتفع من دنياي إلا بهذه اللحظة، إلا في هذه اللحظة وبهذا العمل. وإذا شعرت هذا الشعور وأنك لن تنتفع من حياتك إلا بهذا وأمثاله، هل تفر منه فرارك من الأسد أو تطمئن؟ عجيب يا جماعة، تطمئن. يا أخي فكر في هذا. عندما تقول الله أكبر تجد شيئا في نفسك يلا مش قل يا أخي هونا هونا هونا، ما لي من حياتي إلا هذا، ما ينفعني في قبري ولا عند موتي ولا يوم القيامة إلا هذا. اطمئن يا أخي. ثم اذكر وأنت في صلاتك من تناجي يا أخي؟ تناجي أحب شيء إليك وهو الله عز وجل. ألم تعلم أنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى من فوق 7 سماوات قال حمدني عبدي؟ ألم تعلم أنه إذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي؟ ألم تعلم أنك إذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي؟ كل هذا حق. ألم تعلم أنك إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين عبدي نصفين؟ ألم تعلم أنك إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل؟ هل تجد خيرا أكثر من هذا؟ كيف تفر من أن تقف بين يدي من يناجيك وهو على كل شيء قدير؟ يا أخي اعرف نفسك ولماذا خلقت. والله لو كنا نشعر هذا الشعور لهانت علينا العبادات ولا رخصت علينا الدنيا كلها. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله وصدق. STA TV Media Syiar Islam.